ازيكم؟ ايه الاخبار؟ لكل حد عايز يجي المانيا، لكل حد بيفكر ان هو يجي يدرس في المانيا او يعيش او يهاجر، او حتى في حالات اللجوء لالمانيا، في حاجات مهمة جدا لازم تعرفها عشان تعرف ازاي تندمج مع المجتمع. النهارده هشرح لكم بعض النقط وبعض الخطوات اللي لازم تمشي عليها وتاخد بالك منها عشان تندمج في الحياة الاجتماعية في المجتمع الألماني. طبعا بعد خروج المانيا المستحق من كاس العالم، كل الناس كانت بتتمنى ومستنيه الموقف ده، وبتتمنى ان المانيا تطلع من كاس العالم. كل اللي حصل، الزوبعه اللي حصلت دي كلها، السبب فيها ان هم دخلوا نفسهم في حاجه او في مجال او في نقطه خسرتهم كتير قوي، بدليل ان الناس كلها كانت بتتمنى خروج المنتخب الالماني من الدور الاول، وده اللي حصل تقريبا حتى بعد الفوز الاخير. بعيدا عن الموضوع ده، في حاجات عايز اقول لكم عليها للناس اللي لسه جايه المانيا او الناس اللي بتخطط انها تيجي المانيا الفتره الجايه. في حاجات ونقط لازم تاخد بالك منها، لان دي هتفرق معاك كتير في اول فتره انت عايش فيها لالمانيا، حتى مرحله الاندماج مع المجتمع الالماني. فانت اذا كنت جاي المانيا زياره او سياحه او حتى جاي تدرس او مهاجر لالمانيا، فلازم تاخد بالك من الحاجات دي قوي. اتفرجوا على الفلوج للاخر، اكيد في حاجات هتفيدكم كتير الناس اللي لسه جديده في المانيا او اللي هتيجي المانيا الفتره اللي جايه. رقم واحد، يوم الحد. يوم الحد يا جماعه هو يوم عادي جدا في كل دول العالم، لكن في المانيا اليوم ده اسمه الروا تاج. الروا تاج يعني يوم الاسترخاء، يعني الكل واحد بيقعد مع اسرته او عيلته في البيت على الكاوتش بيتفرج على التلفزيون، ما بيخرجش. فلو مشيت في الشارع في يوم الحد وما لقيتش اي حد في الشارع ولا عربيات ولا ناس، ما تستغربش، هي دي الحياه. بالاضافه لكده ان كل السوبر ماركت قافل، كل الصيدليات قافله، اي حاجه قافله الا بعض الحاجات الصغيره زي مثلا بعض الاكشاك او محطات الوقود او بعض المطاعم الصغيره اللي ممكن تطلب منها اكل لو انت محتاج تطلب اكل يوم الحد، او ممكن تروح تاكل في المطاعم دي. فخلي بالك كويس قوي ان يوم الحد ده لازم تكون قبله اشتريت كل حاجه انت محتاجها في خلال الاسبوع، ومش محتاج اي حاجه تشتريها تاني يوم الاحد، لانك مش هتلاقي اي حاجه فاتحه في الشوارع. حتى لو انت مشيت في الشارع يوم الاحد ما تستغربش ان انت ماشي لوحدك. كمان يوم الاحد ده ممنوع انك تعمل فيه اي انشطه في البيت، يعني ما ينفعش ان انت تدق مسمار عشان جارك ممكن يبلغ لك البوليس، ما ينفعش ان انت تعلي صوتك او الاطفال يكون صوتهم عالي يوم الاحد، لان الجيران اللي جنبك اللي فوقيك او اللي تحتيك او اللي جنبك ممكن يعترضوا على الكلام ده ويبلغوا البوليس. تاني حاجة، لو انت جاي لأول مرة في ألمانيا لازم يكون معاك في جيبك فلوس كاش. حتى لو انت في اي مكان تاني او في اي دولة تاني متعود انك تدفع بالكريدت كارد بتاعك او بكارت البنك ايا كان اسمه ايه، لان في بعض الاماكن ما بتقبلش بانك تدفع بالكارت وانت بتحاسب بقيمة اقل من 10 يورو، زي مثلا الاكشاك او بعض الاماكن زي مثلا محطات الوقود بعض الاحيان. وفي اماكن ممكن تخشها يكون فيها الدفع بالكارت ولكن عندهم مشاكل في السيستم، ودي بتحصل كتير. فخلي بالك دايما انك يكون معاك فلوس كاش عشان ما تحطش في المواقف دي. الحاجة التالتة وانا بعتبرها نصيحة صغيرة لأي حد جاي ألمانيا او عاوز يجي ألمانيا، اول حاجة لازم تفكر فيها اول ما توصل ألمانيا هي رخصة القيادة. رخصة القيادة في ألمانيا هي شيء أهم كتير من بعض الشهادات الجامعية والدراسية. انت ممكن تكون دارس، ممكن تعرف شهادتك، ممكن تكون دارس تخصص معين، ولكن بدون رخصة قيادة ممكن ما تعرفش تلاقي الشغل بسبب انك ما معكش رخصة قيادة او عربية مثلا. فاول حاجة واهم حاجة لازم تعملها اما تيجي المانيا هي انك تخلص رخصة القيادة، وتحاول تشتري عربية كده على القد، عشان في شغل كتير ممكن يكون محتاج منك انك تكون متحرك ودايما يكون معاك عربية، لان المواصلات هنا انتوا عارفين ان هي غالية شوية. كمان لازم تعرف ان رخصة القيادة تكلفتها عالية، لانك ممكن لو انت جاي المانيا وهتعمل الرخصة من اول وجديد هتخش المدرسة وهتتعلم نظري وهتتعلم عملي وهتمتحن نظري وهتمتحن عملي. الموضوع ده مكلف، قد يكون 2000 ل 3000 او 4000 يورو كمان. فما تستغربش من الاسعار دي، لان رخصة القيادة شيء مهم جدا هنا، عشان كده سعره عالي. رقم 4، دي نقطة مهمة جدا للناس اللي أول مرة تزور ألمانيا أو جاية سياحة أو لسه داخلين ألمانيا كمهاجرين أو كلاجئين أو جايين حتى يدرسوا ويتعلموا ويعيشوا هنا في ألمانيا. لازم تاخد بالك إن في حاجة اسمها كولتور شوك. كولتور شوك اللي هي الصدمة الثقافية. الصدمة الثقافية،
لما بتروح من مكان لمكان. فلما انت جاي من مدن او دول عربيه وجاي على اوروبا، اول ما تخش المانيا ممكن وانت ماشي في الشوارع تلاقي الناس بتشرب كحوليات في الشوارع. كل الناس مسموح لها ان هي تشرب كحوليات في الشوارع. فما تستغربش وانت ماشي في الشارع انك تلاقي الناس قاعدين في الشارع، قاعدين في الحديقه، قاعدين على الميه، قاعدين على النهر، قاعدين في اي مكان ومعاهم ازاز البيره او اي ازاز كحوليات وبيشربوا عادي ومفيش اي مشاكل. لان القانون الالماني او الدوله هنا بتسمح لهم ان هم يشربوا كحوليات في الشارع. رقم 5، لو دخلت اي مطعم او اي مكان تاكل فيه او تشرب فيه حاجه، ما تستغربش ان الميه بتعامل معامله اي مشروب تاني. يعني ما تتوقعش انك تطلب مثلا قهوه وهينزلك معاها ميه، او تشرب او تطلب اي مشروب وهينزلك معاه ميه. للاسف الموضوع ده مش زي عندنا، لا هنا الميه بتعامل كانها مشروب لوحده. فبالتالي انت ممكن تقعد في مطعم او في بار او في اي مكان وتطلب الميه على انها مشروب. وطبعا لو انت هتطلب ازازه ميه او جلاس ميه ممكن برضو يكون سعره اعلى من مشروبات تانية، فما تستغربش لان زي ما قلت لك الميه هي مشروب رسمي زيه زي اي مشروبات تانية. رقم 6، وانت جديد في المانيا هتلاحظ قد ايه الالمان بيحبوا انهم يلتزموا بقواعد المرور والقوانين عموما. لكن قواعد المرور هي الحاجة الوحيدة اللي بيتفاخروا بيها يوميا. فلو انت ماشي في الشارع او بتعدي اشارة او سايق عربية، ما تكسرش اي حاجة حتى لو مفيش حد شايفك. ما تكسرش اشارة، خاصة حتى لما يكون جنبك اطفال وانت تعدي الشارع ومفيش عربيات جاية والاشاره حمراء. فما تحاولش انك تعمل اي حاجه غلط وتقول انا محدش شايفني، لان حتى لو مفيش كاميرات ومفيش اي حاجه الالمان نفسهم شايفينك في اي مكان. وهم بيحبوا ان هم يعترضوا كتير جدا، وممكن يتكلموا معاك بشكل مش مناسب ليك ويزعلك، وممكن حتى في بعض الاوقات ان هم يبلغوا عنك. ودي حاجه بالنسبه لهم طبيعيه جدا طالما انت في نظرهم ما بتلتزمش بالقانون. كمان ما تنساش وانت ماشي على الرصيف، في احيانا على الرصيف بيبقى متقسم حارتين، حاره للمشاة على الرصيف وحاره جنبك للناس اللي بتسوق العجل. فلو انت ماشي حتى لو غصب عنك على الحاره اللي بيمشي فيها العجل وحد جاي من وراك او من قدامك بعجله، ممكن ان انت بالحاله دي تتسبب في اي مشكله بينك وبينه، او تتسبب باي حادثه صغيره ليهم او لنفسك، او ممكن ان حد فيهم برضو يكلمك بشكل مش مناسب ليك. فخلي بالك دايما ان هم بيعترضوا على كل حاجة هم ليهم حق فيها. فخليك ماشي في الحارة بتاعتك وما تروحش على الحارة بتاعت العجل. رقم 7، ما تستغربش وانت بتتفرج على التلفزيون في ألمانيا وبتتفرج على افلام هوليود الامريكية انك تلاقي الممثل اللي انت بتحبه وعايز تتفرج له على الفيلم انك تلاقيه بيتكلم الماني. ان كل الافلام والمسلسلات اللي بتتعرض على التلفزيون الالماني كلها مدبلجه. لكل ممثل في هوليود ليه واحد شخص الماني بيمثل صوته طول حياته او لكل افلامه. فطبعا مع الوقت انت هتلاقي نفسك نسيت الصوت الحقيقي او الصوت الاصلي للممثل الامريكي اللي انت بتحبه، وبقيت تسمع دايما الصوت الالماني. فما تستغربش من حاجه زي كده، لانهم مش من محبي ان هم يتفرجوا على الفيلم ويقعدوا يقروا في الترجمه. فعشان كده كل افلامهم وكل مسلسلاتهم اللي جايه من دول تانية كلها مدبلجه. بس احب اكد لك ان الدبلجه محترمه جدا. رقم 8، ما تستغربش وانت بتتكلم مع اي حد الماني سواء في المواصلات او في مدرسة او في اي مكان في الشارع. ما تستغربش من الرد الفعل البارد ليهم. ما تاخدش الموضوع بشكل شخصي، لان هي دي طبيعتهم البرود في الاول. لكن هو محتاج دايما وقت ان هو ياخد عليك او يتكلم معاك بشكل اوبن شوية، بالشكل اللي يناسبك او بالشكل اللي يريحك. فلازم نعرف ان هما مش زينا، يعني مش بيضحكوا بسرعة ومش بيتكلموا مع اي حد بسهولة. فخلي بالك او ما تاخدش الموضوع ده بصفة شخصية. رقم 9 واخر نقطة، وانت في المانيا لازم تخلي بالك من مواعيدك كويس قوي. حتى بينك وبين اصدقائك ما ينفعش انك تروح تخبط على حد في بيته وانت مش متفق معاه انك هتجيله في الساعة الفلانية. فكل حاجة هنا ماشية بالمواعيد. يمكن يكون الموضوع زايد عن حده، بس هي دي الحياة اللي موجودة في المجتمع الألماني. فخلي بالك دايما من مواعيدك وحافظ عليها، خاصة في المواعيد الحكومية وعند الدكاترة، ولو عندك أي ميعاد في مصالح حكومية وجهات حكومية. إن بعض المواعيد لو أنت ما التزمتش بيها، زي مثلا مواعيد دكتور أو علاج طبيعي أو أي جلسات أنت محتاجها، لو ما التزمتش بيها أو لو ما التزمتش بالميعاد ممكن يجيلك على البيت بريد بغرامة مالية. فخلي بالك دايما
ان موضوع المواعيد شيء مقدس عند الالمان، سواء في العلاقات الشخصيه وفي الشغل ومع الجهات الحكوميه. وبكده اكون قلت لكم على 9 نقط مهمه جدا لازم تعرفها لو انت لسه جاي المانيا او مخطط انك تيجي في المستقبل انك تعيش في المانيا، ازاي تندمج مع المجتمع الالماني. فقولوا لي في الكومنتات ايه اكتر نقطه عجبتكم، ولو في اي حاجه انا نسيتها، او لو في اي نقط تانية انتوا عاوزين تضيفوها من خلال تجربتكم وانتوا عايشين هنا في المجتمع الالماني. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشير الفيديو عشان المجتمع بتاعنا يكبر ونقدر نتواصل معاكم بإذن الله.